يا شيعة أهل البيت، أنصتوا ولو مرة واحدة. يا شيعة أهل البيت، فكروا، دققوا. يا شيعة أهل البيت، أنتم سبوني، ليس مهما هذا، وأنا أبرئكم الذمة. سبوني، لكن دققوا فيما أقول ولاحظوا هل هذه حقائق أو لا. اذهبوا ابحثوا في المصادر. سبوني، ليس مهما هذا. اكرهوني، ليس مهما هذا. قولوا ما تشاءون عني، ليس مهما هذا. ووالله وحق الحسين أبرئكم الذمة فيما مضى وفي الحاضر وفي المستقبل، ولا أعبأ بما تقولون، ولكنني أرى ظلامة لإمام زماننا، أرى ظلامة لحديث أهل البيت. يا شيعة أهل البيت، أرى ظلامة. يا شيعة أهل البيت، انصتوا ولو مرة واحدة، فكروا، دققوا. افترضوني ناصبي، كم تستمعون إلى النواصب؟ افترضوني خارجا عن الملة، كم تستمعون إلى الذين يخرجون عن التشيع؟ ولكن تأكدوا مما أقول، هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ الجميع يتحدث أن عصر الظهور قريب. أنا لا أريد أن أبني حديثي على هذه القضية، ولكن الجميع يتحدث هكذا. وأعتقد أن أكثركم يا شيعة أهل البيت، أن أكثركم منشغلون في قضية الشام وسوريا والسفياني. هل هذه أهم أم أن تعرفوا كيف تتعاملون مع إمام زمانكم وعلى أي منهج تسيرون؟ أنتم منشغلون هل المعارضة السورية السفياني أو غير السفياني؟ هل عرفتم إمام زمانكم؟ هذه المصادر التي تستمعون إليها من الفضائيات، من الخطباء، من الشيخ الوائلي أو غيره، هل عرفتم من أين يأتون إليكم بهذه الأفكار؟ لماذا تبحثون عن طعامكم هل هو مذبوح حلال أو لا، ولا تبحثون عن طعام عقولكم؟ لماذا؟ هل هذا الطعام الذي تدخلونه إلى عقولكم هل هو حلال؟ هل هو من أهل البيت؟ فلينظر الإنسان إلى طعامه ماذا يقول الباقر، إلى علمه هذا عمن يأخذ. من استمع إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان، وإن كان الناطق ينطق عن الله، عن الله يعني عن أهل البيت، فقد عبد الله. من هو الذي ينطق عن الله؟ هم أهل البيت الذين ينطقون عن الله. يا جماعة أنتم لا شأن لكم بي، سبوني، قولوا ما تقولون، ولكن دققوا مثل ما تدققون في الطعام الذي تدخلونه إلى بطونكم، دققوا في الطعام الذي تدخلونه إلى عقولكم. هذه الصنمية ستقودكم إلى متاهة كبيرة تبعدكم عن إمام زمانكم. في أحسن الأحوال لو ظهر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه الذي لم يكن على معرفة بإمام زمانه المعرفة الصحيحة، في أحسن الأحوال سيبقى من النظارة، لن يوفق لنصرته. في أحسن الأحوال سيبقى من النظارة. كثير من الناس، كثير من الشيعة سيكونون مع النظارة، فقط يتابعون الأخبار عبر شاشات التلفزيون أو عبر أي وسائل أخرى، الوسائل التي تكون متوفرة في عصره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. وظيفتنا التمهيد لإمام زماننا. وكيف نمهد لإمام زماننا ونحن ما عرفناه بالطريقة وبالأسلوب الذي يريدنا أن نعرفه به؟ كلامكم نور، وهذا الطريق طريق أهل البيت. أما هذا الطريق الذي يكتب به العلماء هذا كلامكم ظلمة، كلامكم نور هنا مع أهل البيت. أما ذلك الكلام كلام ظلمة. إذا نقلوا عن أهل البيت يصير كلامهم نورا، إذا نقلوا عن غير أهل البيت يصير كلامهم ظلمة. أليس هذه هي الحقيقة؟
لا تنظروا إلى من قال وانظروا إلى ما قال. والله لا أعبأ بما تقولون ولا يهمني ذلك، لأن الحقيقة واضحة عندي. من كانت عنده الحقيقة واضحة لا يعبأ بالآخرين. الإمام يقول لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك حصاة والناس قالوا عنها بأنها درة، هل تصبح درة؟ لا تصبح درة. لو ذهبت بها إلى السوق، إلى سوق الذهب، إلى سوق الجواهر، سيضحكون عليك، يقولون هذه حصاة. ولو كانت بيدك درة وصاح الناس عنها حصاة وقالوا حصاة، هل ستفقد قيمتها؟ حين تذهب إلى سوق الجواهر هناك تظهر قيمتها. الإنسان حين يمتلك الصورة الواضحة لا يعبأ بالآخرين. يا شيعة أهل البيت، انصتوا ولو مرة واحدة. يا شيعة أهل البيت، فكروا، دققوا. يا شيعة أهل البيت، أرى ظلامة، أرى ظلامة لحديث أهل البيت. لا تنظروا إلى من قال وانظروا إلى ما قال. يا شيعة أهل البيت، فكروا، دققوا. ولاحظوا هل هذه حقائق أو لا. اذهبوا ابحثوا في المصادر.